هاي يا حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ انا زينب شحاتة. لو اول مرة تشوفوني متنسوش تشتركوا في القناة. النهاردة بقى هنعمل كيكة ال5 معالق. معاها كده طبقة من كريمة الحليب، كمان طبقة من صوص الشوكولاتة. بجد حلوة قوي، يعني حلويات خفيفة كده. هنحس ان احنا بناكل حاجة حلوة، واحنا متعبناش فيها، ما اخدتش مننا يعني وقت طويل، وطلعت معانا بالجمال ده. حقيقي 3 طبقات يعني انعم من بعض. من اول الكيكة هشة وجميلة، والطبقة بتاعة الكريمة حلوة قوي، وصوص شوكولاتة تحفة. حقيقي كانت حلوة قوي، يا ابهرتني بجد. حاجة كده تحفة. هتاخدوا معلقة ورا التانية. سكرها مش عالي، وكمان مش بتجزع كده، حلوة قوي. هنبدأ اول حاجة بالطبقة التانية اللي هي كريمة الحليب، عشان بنسيبها تبرد شوية. معايا نص لتر من اللبن او الحليب، يعني يعتبر 2.5 كوب. ومعايا بقى معلقتين كبار من النشا والدقيق والسكر، يعني من كل حاجة معلقتين كبار. وهنزل بيهم كده على اللبن، وهدوبهم الأول على، يعني قبل ما اشغل النار او قبل ما ارفعهم على النار، على البارد كده. وبعدين بقى هشغل النار، واقعد اقلب فيهم عشان النشا ما تكتلش. اول ما الخليط يتقل معايا كده واطفي النار، هروح نازله بالزبده، مكعبين زبده او معلقتين كبار من الزبده. وبعدين كيس فانيليا او معلقه صغيره من الفانيليا السايله. بس كده، وكده بقت جاهزه معانا خلاص. مش عاوزينها تقيله قوي ولا خفيفه، يعني يكون قوامها حلو. وبعدين هغطيها كده بستريتش راب، واسيبها في التلاجة حوالي ساعه او ساعتين، المهم تبرد. بس كده. معايا بقى هنعمل خليط الكيكه. معايا 2 بيضة بحرارة الغرفة، ومعايا كيس من الفانيليا، ومعلقة من الخل، معلقة صغيرة. وهقلبهم كده مع بعض. وبعدين هنزل ب5 معالق من السكر. هي اسمها كيكة ال5 معالق، يعني المكونات اللي هنستخدمها كلها 5 معالق، 5 معالق كبار. حطيت 5 معالق كبار من السكر، 5 معالق كبار من الزيت. كل ما احط مكون هقلبهم كده. ومعايا كمان 5 معالق كبار من اللبن، كل حاجة بحرارة الغرفة. و5 معالق من الدقيق، ورشة ملح. وكمان معايا معلقة من البيكنج باودر، او باكت من البيكنج باودر. وهقلبهم بقى كويس. هنقلبهم بقى في اتجاه واحد لحد ما الخليط كده يكون معانا يعني جاهز كله، يعني قوام واحد. معايا بقى دي الصينية اللي بتتفتح بتاعة التشيز كيك. ممكن تستخدموا اي صينية، مش لازم دي، بس انا عشان يعني افتحها كده ويبقى شكلها كامل معايا. بس اللي هيستخدم الصينية دي يحطها في صينية تانية تكون ألمونيوم، عشان دي بتحرق، يعني مش بتستحمل الفرن. انا دهنتها كده بزيت وحطيت ورقة زبدة، وهدخلها بقى الفرن. هي بس لمدة تلت ساعة يا جماعة، واقل من تلت ساعة، على حرارة 170. بجد مش هتاخد وقت خالص. معايا بقى هنا حوالي 200 جرام من شوكولاتة القطع كده. ممكن كمان شوكولات شيبس عادي. وضفت لها بقى كوباية من اللبن ساخن، يكون ساخن كده عشان يدوبها معانا. ومعلقة من الزبدة بس، وهي هتدوب مع حرارة اللبن. دي بقى الكيكة بعد ما طلعت بجد هشة قوي اكنها هوا. ودخلت كده الخلة، طلعت يعني من غير اي عجين، طلعت نظيفة خلاص كده. معايا بقى نص كوباية من اللبن، بعد ما يعني خرمتها كده بالخلة. هسقيها بنص كوباية من اللبن عشان تبقى معايا طرية. مش عاوزين تسقوها تمام، هي طرية لوحدها. بس يعني الخطوة دي زودتها طعم كده، وكمان كانت طرية قوي وحلوة قوي. ده بقى خليط او كريمة الحليب اللي احنا عملناها. بعد ما بردت شلت كده الاسترتش راب. ومعايا معلقتين كبار من كريمة الخفق او الكريمة الشانتيه. هضيف لها كده بقى ربع كوباية من الحليب. ممكن يعني مية،
عادي، بس تكون ساقعة شوية، واللبن برضو يكون ساقع شوية. ويدوب بس قلبتهم كده وهنزلهم على الخليط، وبعدين هخفقهم كلهم مع بعض، يعني بمضرب كده او بالمضرب اليدوي شوية، لو مش موجود مضرب كهربائي ممكن بالمضرب اليدوي، ونقعد نخفق فيهم شوية لحد ما القوام يعني يبقى مايل شوية لكريمة الخفق. نزلت بقى عليها بالكريمة كده وهوزعها بالتساوي، يعني نحاول نخلي يعني شكلها مرتب كده. هنظبط بقى شكلها كده. ممكن خلاص يعني تكتفوا بالطبقتين دول، وتزودوا عليها بقى ممكن بشر شوكولاتة او اي تزيين انتوا تحبوه، او خلاص كده طعمها يكون حلو. بس صوص الشوكولاتة يعني، او الشوكولاتة كانت حلوة قوي. نزلت كده عليها يعني همسك بقى الصينية كده عشان اوزعها، وبعدين هسيبها بقى في التلاجة ممكن ساعتين 3 ساعات. كل ما تسيبوها اكتر في التلاجة كل ما يكون طعمها احلى واحلى يعني. بعد ما خرجتها من التلاجة كده سبتها حوالي 3 ساعات. مكعب شوكولاتة بقى كده وبشرته عليها، ممكن انتوا تبشروها او تبشروا شوكولاتة، او ممكن تسيبوها كده خلاص زينوها بالطريقة اللي تحبوها. انا بقى هنا فتحت الصينية كده وكنت بشيلها، حقيقي كانت يعني لحظة انتصار. ما وقعتش خالص، كانت متماسكة وحلوة جدا. بصوا اصلا شكلها حقيقي بجد كانت حلوة قوي. قطعوها وقدموها بالطريقة اللي تعجبكم. هي حقيقي لوحدها يعني مش محتاجة مشروب كمان، ولا محتاجة اي عصير، لان هي واخدة نكهات كتيرة وحلوة كده، ويعني وانتوا بتاكلوها تحسوا انتوا بتاكلوا حاجة حلوة، مش فاهمين هي ايه بس هي طعمها حلو. يعني طبقة الكريمة دي حلوة قوي. ما تنسوش تجربوها، ولو عجبتكم الوصفة تنسوش اللايك والاشتراك. باي باي.